ازيكم عاملين ايه اخواتي وحبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يا جماعه جايلكم بفيديو جديد جدا، بس اللي اول مره يشوف قناتي ينزل يشترك فيها ويفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بصوا يا حبايب قلبي، انا هقول لكم النهارده ازاي تسوي حمص الشام في 5 دقايق. مش هياخد معاك 5 دقايق على النار وهتنزليه. تمام. بجيب حمص الشام زي ما انتم شايفين كده، بجيبه وانقيه كويس جدا، اشيل منه اي حبايه مش كويس. تمام. وهنقعه يا جماعه في ميه لمده 8 ساعات او 12 ساعه. تمام. النقع يا جماعه مفيد جدا. اول حاجه بيطرد السموم اللي في الحمص الشام، بيطردها خالص، او بينزل حمص الشام السموم اللي فيه كلها في الميه. وبعد كده بتحطيه على النار، بتغيروا له الميه طبعا، وتحط ميه جديده خالص وتحطيه على النار 5 دقايق يا جماعه وبيستوي معاكي. فلازم كله يجرب الطريقه ديت. في ناس طبعا بتحطه على النار من غير ايه، من غير ما تنقعه. ده غلط خالص، ده غلط جدا يعني. لانه اول حاجه فيه سموم لازم تطرد، بتنزل في الميه وبميه النقع. تمام. فان شاء الله تعملوا تجربوا الطريقه ديت وهتعجبكم جدا. واللي يعجبه بقى الفيديو يا جماعه او قدرت افيدكم باي حاجه يعمل لايك للفيديو، واللي اول مره يشوف قناتي ينزل يشترك فيها ويفعل الجرس عشان يوصلكم اشعارات بالحاجات اللي بنزلها. باي باي.